وانا ماشي جنب قهوه ام كلثوم لقيت عربيه اكل الناس ملمومين حواليها، والغريب بقى لما قربت منهم لقيت كل العمال لابسين طرابيش. قلت لهم انتوا بتعملوا ايه هنا باللبس اللي انتوا لابسينه دوت؟ واحد فيهم قال لي احنا بنبيع جبنه قديمه. ايوه زي ما بقول لكم كده بيبيعوا مش بس ريحته ايه بقى، معتقه كده من العصر العثماني. وهنا بقى انا فهمت هم ليه لابسين طرابيش. بس اقول لكم على حاجه، ريحه المش وشكله يفتح النفس، فقلت اطلب طلب ادوق واحكم. الطلبات هنا بتبدا من 10 جنيه وبينزل عليها شويه بيض وعليهم شويه طحينه من الخام اللي قلبك يحبها، الطحينه بتاعت زمان. الطبق بيجهز كده وبيتشكل معاه شويه خيار وبينزل معاه العيش الشامي وشويه جرجير ومعاهم شويه خيار وبصل احمر. وما تنسوش تطلبوا منه قرنين فلفل حامي، دولت اللي هيظبطوا معاكم الاداء جامد. لا وكمان عرفت ان هم عندهم سندوتشات، طلبت منه شويه سندوتشات. السندوتشات عندهم الواحد ب5 جنيه، تخيل السندوتش ب5 جنيه. تعالى بقى اتفرج معايا على الفطار الملوكي دوت. طبق مش عليه بيضه مسلوقه واربع سندوتشات وبزراميطه جرجيره على خيار على بصل احمر على فلفل حامي، كل ده ب 40 جنيه بس، والله ب 40 جنيه بس. والسندوتش ما شاء الله مليان مش فاضي، سميت الله ودقت السندوتش طعمه جامد. وحياء الجبنه مظبوط بالشعره، مش مملحه كده وتخليك تنفر منها. من وجهه نظري السندوتش دوت مش محتاج غير حاجه واحده بس، شقتين بطيخ كده او حته شمامه تكون متلجه في التلاجة، وبكده تبقى جبرت خلاص. يلا بينا نخش مع بعض على طبق الجبنه القديمه اللي عليه البيضه المسلوقه. الميكس ده جامد جدا وانا عن نفسي بعمله على طول في البيت، بس من هناك الطعم مختلف تماما عشان الجبنه القديمه متعتقه صح ومبشور عليها شويه خيار ومتقطع عليها شويه طماطم. الطعم هيعجبكم انا متاكد. نسيت اقول لكم صحيح، صاحب العربيه ديت اسمه عم سعيد ومشهور جدا بابو طربوش، ولو حابين تروحوه هو موجود في شارع بورسعيد جنب مسجد السيده زينب. وطالما رحنا مسجد السيده زينب يبقى لازم نعدي وندوق من عند صوبيا الرحماني. صوبيا الرحماني اقدم واول واحد عمل الصوبيا المززه في مصر، الصوبيا اللي تتاكل مش بتشرب، الصوبيا اللي بيبقى القوام بتاعها تقيل زي ما انتم شايفين كده، القوام بتاعها غليظ، بيترش عليها من على الوش شويه من القرفه، لازم تتاكل كده. يلا بينا ندوق مع بعض صوبيا الرحماني. والجديد ده عندهم بيدولك علبه فاكيوم فيها شويه من البندق، انا اول مره اجربها بالبندق. يلا بينا نقلبها، لازم تتقلب كويس عشان القرفه توصل لكل حته جواها والطعم يظبط معاك. ويلا بينا بقى نطر على قلبنا. هام يا جمل، هو الطعم نفس الطعم متغيرش من 30 سنه. انا باكل الصوبيا ديت من 30 سنه من عند الرحماني وبس. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده يا ريت توصلوه ل1000 لايك. يلا سلام.